كاميرا موبايل 108 ميجا بكسل ولا كاميرا دي اس ال ار 24 ميجا بكسل؟ تختار ايه؟ طب مين احسن، 108 ميجا بكسل ولا 24 ميجا بكسل؟ واصلا ازاي نقارن بين الرقمين دول وفي فرق كبير بينهم؟ اهلا بيكم في قناه علشان لو حد سالك. دلوقتي في سوق الموبايلات علشان الشركات تبيع اكتر لازم تكتب رقم كبير جنب كاميرا الموبايل، يعني يحطوا كاميرا 48 ميجا بكسل او يزودوا شويه 64 ميجا بكسل او ممكن نوصل لحد 128 ميجا بكسل. بس برضه من ناحيه تانية لو هتجيب كاميرا دي اس ال ار هتبقى 12 ميجا بكسل او 24 ميجا بكسل. في حاجه غلط، اكيد كاميرا الموبايل مش افضل من كاميرا دي اس ال ار. الرقم اللي بيبقى موجود جنب الميجا بكسل ده مش العامل الوحيد في جوده الصوره. علشان تعرف ايه العامل لازم تعرف الصوره بتتكون من ايه، وكمان يعني ايه ميجا بكسل. تعال نلقط صوره ونعمل زوم عليها ونقرب اكتر واكتر لحد ما نوصل ان الصوره بقت عباره عن مربعات. المربعات الصغيره دي اسمها بكسل. هنشوف صوره واضحه لما ندمج كل البكسل دي مع بعض. معنى كده ان الكاميرا اللي فيها ميجا بكسل كتير هنعمل زوم وتكبير اكتر علشان نشوف البكسل. تعال نوضح في مثال بسيط. يعني لو خدنا صوره بكاميرا 48 ميجا بكسل فالصوره بتتكون من 48 مليون بكسل، ولو صوره اتصورت بكاميرا 12 ميجا بكسل فهي بتتكون من 12 مليون بكسل. فلو عملنا تكبير للصوره هنشوف البكسل بسهوله غير ال 48 ميجا بكسل. الخلاصه هنا ان كل ما البكسل زاد كل ما التفاصيل في الصوره زادت، وهنشوف تفاصيل اكتر في 48 ميجا بكسل عن 12 ميجا بكسل. بكده الكلام اللي اتقال من شويه غلط، والبكسل هي اللي بتحدد جوده الصوره. الميجا بكسل دي من الاسباب في تحسين جوده الصوره، اما السبب الرئيسي هو السنسور اللي بيبقى في الكاميرا. وظيفه السنسور ده او المستشعر هو امتصاص الضوء المنعكس من الجسم اللي بيتصور وبيحول الصوره لصوره رقميه، وده اللي بنشوفه على شاشه الموبايل. فتحه كاميرا دي اس ال ار 36 ملم في 24 ملم، اما متوسط التليفون العادي فهي 5.5 ملم في 4 ملم، وبتختلف من شركه لشركه. مستشعر الدي اس ال ار اكبر 40 مره من اللي بيبقى موجود في التليفون. لو عملنا مقارنه بين جهازين 24 ميجا بكسل، واحد كاميرا دي اس ال ار والتاني تليفون، هنلاقي ان كل واحد بيحتوي على 24 مليون بكسل على الرغم من اختلاف الحجم. بس المستشعر الكبير هيبقى فيه بكسل كبيره الحجم علشان يغطي المساحه كلها، اما المستشعر الصغير فهيحشر كل البكسل في المساحه دي، فكل بكسل هتبقى صغيره في الحجم. البكسلات الكبيره بتلقط كميه ضوء اكبر، وكمان نسبه التشتيت قليله بالمقارنه بالبكسلات الصغيره. والنتيجه لو كاميرا موبايلك 108 ميجا بكسل فالصوره هتفضل مش واضحه لو لقطت الصوره في اضاءه قليله. علشان الشركات تحل المشكله دي عملت تقنيه اسمها بيكسل بيننج. باختصار التقنيه دي هي عباره عن جمع شويه بكسلات في بعض علشان يكونوا بكسل كبيره، ونتيجه للعمليه دي الصوره هتوضح اكتر، بس برضه مش هتوصل لنفس جوده كاميرا دي اس ال ار. ما تنساش تشترك في قناه علشان لو حد سالك. وبس كده، سلام.